السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى هعمل صينيه رز معمر واحلى صينيه بطاطس. اكله كده جميله هتعجبكم قوي. ولو عجبتكم اعملوا لايك واشتراك في القناه عشان يوصلكوا كل جديد على قناه يوميات بيت العيله. يا رب تعجبكم بقى فكره النهارده جميله. اكله بسيطه وجميله قوي. يا رب تعجبكم. قلت اعملها النهارده بقى كده اكله بسيطه كده وجميله قوي. قلت ما فكرتش ولا قمت على طول عملت صينيه الرز المعمر الجميله دي وصينيه البطاطس اللي بالفراخ. هقول لكم الطريقه اللي انا بعمل بيها الفراخ، طريقه جميله قوي ولو جربتوها هتعجبكم. معايا كيلو رز غسلان ومصفيه، ومعايا كيلو لبن برضو مصفيه. كيلو لبن يا رب غلياه ونزلت عليه بالملح وقلبته كويس. قلبته كويس عشان الملح يدوب فيه. مش بقلبه مع الرز، بقلب الملح مع اللبن كده. انا مجهزه كل حاجه. غليت اللبن وغسله الرز. هفضيه في الطاجن. وكنت مشغله الفرن بقى فوق وتحت عشان على طول ادخل الرز في الفرن وما ياخدش وقت في الفرن. وانزل باللبن كده، اديله تقليبه بس كده. هنزل عليه بقى بشويه زيت صغيرين، شويه صغيرين خالص. دي شويه كده ايه مصمصه اللبانه، وفضيتهم برضو ونزلت بشويه الزيت دول مش كتار. واديله تقليبه وهدخله الفرن بقى. بس اقلبه كويس بس الاول. انا كده خلصت الرز كده هدخله الفرن، كنت مشغله الفرن. حطيته كده في النص كده، واقفل البوتاجاز بقى ايه يستوى براحته. معايا بطاطس هنا مقطعها حلقات، والفراخ دي متبلاها. هنزل بقى بمرقتين. معايا الفراخ دي بقى بعملها وبابريكا وكده، وبحطها في الفريزر. ومتبلها بقى بالفلفل والملح والبهارات. وبعملها في الفريزر بقى متبلة. وكل ما بعوز بطلع منها. بحط نص فرخة في كيس. نزلت بمرقة، ملح وفلفل، وملح قليل مش بكتر ملح عشان الفراخ متبلة. وشوية بهارات الفراخ برضو. ومعايا بقى كام بصلاية هنا وقرنين فلفل. هقطعهم كده حلقات كده. ومعايا كمان الفلفل برضو هقطعها حلقات، انا مش عايزاها مقطعة صغير. هم بس قرنين فلفل كده بيدوا طعم لصينية البطاطس. كل ده هنزله دلوقتي على في الصينية. ولسه برضو التلات صدور دي برضو هقطعهم عشان برضو الصدور بتاخد وقت في السوا. انا كده نزلت بكل حاجة. خلاص كده هديهم تقليبة كده مع بعض. افكك بس البصل كده من بعضه. انا بحب اعمل صينية البطاطس بنفس الطريقة دي. بس انا عندي انا ما بعملهاش على طول. وكان عندي شوية صلصة كده نزلت بيهم. يعني ما حطيتش طماطم، هي صلصة بس. وديت لها تقليبة. وهفردها في الصينية بقى وهنزل بالفراخ. بس كده. امسك بقى الفراخ اقطعها. الصدر بقسمه اتنين. انا متبلاها، كنت متبلاها يعني تتبيلة حلوة. يعني وبقالها يعني في حوالي اسبوع في التلاجة في الفريزر. وبطلعها تفك بقى براحتها. بصوا كده بس الصدر فكاه كده. وارصه كله جنب بعض كده. ودي احلى صينية بطاطس هتجربيها هتعجبك قوي. خلاص كده. وارصها، انا اقطع الصدر وارصها. وارص الصينية كلها بقى كده الفراخ كده على الوش. مش عايزة اكتر من كده. كده ما شاء الله حلوة صينية جميلة. ومقاديرها مظبوطة كلها. رفعتها على النار. اغطيها بقى تستوي منها فيها.
والرز خلاص اتشرب معايا. طلعته بقى عشان احط الزبدة. طلعت بقى حتة الزبدة كويسة. اعمل فتحات في الرز واحط الزبدة. الزبدة احطها على الوش كده، اول ما بيخش الفرن الزبدة كلها بتسيح. يا رب يعجبكم الفيديو الجميل ده، ولو عجبكم اعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد على قناة يوميات بيت العيلة. انا كده خلاص الرز داخل الفرن، والفراخ خلاص داخلة على السوا كمان. نشوفها بقى كده الاول. بصوا بقت عاملة ازاي. هسيبها ما تتشرب خالص. البطاطس استوت والفراخ استوت. هسيبها كلها تستوى مع بعض. بصوا ما شاء الله، جميلة احلى صينية بطاطس عملتها الصراحة وعجباني قوي. وهغطيها بقى لغاية ما تتشرب خالص، وبعدين ادخلها الفرن. خلاص كده. هي كده خلاص هغطيها بقى. خلاص هو الرز استوى معايا. اطلع الرز. بس كده. بصوا الجمال، ما شاء الله عليه. الرز تحفة. وادخل بقى صينية البطاطس. يا رب تعجبكم الفكرة الجميلة بتاعت النهاردة والأكلة الجميلة. هما اللي طلبوها مني أولادي وعملتها بسرعة والله ما خدت أي وقت. لو انت مستعجلة أو كده مفيش أسرع من كده. بصوا. يلا أشوفكم على خير، مع السلامة.